أنا اكتشفت لك طريقة تقرّبك من ربنا، ولأ مش هاقول لك الصلاة والقيام والزكاة، لإن أكيد دي بديهيات إحنا كلنا عارفينها. سمعت درس لأستاذ مصطفى حسني كان بيتكلم فيه إن التشافي من الجروح والتروما والمشاكل النفسية اللي مرينا بيها من أهم الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى، فكلامه خلّاني أقف شوية كده وأفكّر، يعني كل مرّة أنا كنت باحاول أكتب فيها اللي مزعّلني عشان أرتاح، دي عبادة؟ إن أنا أنزل أتمشى أو أتمرّن عشان أقلل التوتر والتفكير والقلق، إن أنا أتكلم مع الtherapist بتاعتي عشان أشاركها موضوع شاغل بالي أوي، دي عبادة؟ إن أنا أسعى إن أنا أكون شخص أحسن، إن أنا أطوّر من شخصيتي ومن طباعي ومن مشاكلي وأشتغل عليها عشان أكون أحسن، دي كلّها ماشية في سكة إن أنا باعبد ربنا وباقرّب منّه، فخلّاني أشوف الموضوع بشكل مختلف وأحس إنه اللي بتعمله أهم وأكبر بكتير من مجرد إنك عايز تخِف أو عايز تتشافى أو عايز تكون إنسان أحسن، أنت كإنك بتتعامل مع نَفْسك على إنها أمانة، والأمانة دي أنت هتُسأل عليها قدّام ربنا، فلمّا بتحس إن عندك مشكلة مع الطلاق أو عندك حاجة تأثّر عليك أو على الناس القريبين منّك، أنت بتحاول تزكّيها، وبجد أنا بادعي لكل إنسان من قلبي إن ربنا يرزقه البصيرة اللي تخلّيه يلحق نَفْسه لمّا يتعب، ما يدخلش في دوّامة أذى لنَفْسه أو لأي حد حواليه.